السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في مطبخ هنا عمار. جايبه لكم النهاردة وصفة مصرية أصيلة بتفكرنا بأحلى لما ريحتها بتملى البيت. هي إيه بقى؟ الفتة باللحمة. طبعا زي ما احنا شايفين كده في الصورة بالظبط. حضريها معايا خطوة بخطوة وهتطلع معاكي زي المحلات وأحلى كمان. يلا بينا نبدأ نشوف هنعمل إيه. المكونات بتاعتنا، طبعا الفتة دايما تحب اللحمة الملبسة، فيفضل تجيبيها من وش الفخدة أو الموزة أو من الريش. ومعانا كوبايتين رز ابيض، ومعانا كمان رغيفين عيش بلدي متقطعين كده، قطعين بمقص المطبخ، وهعرفك ازاي هنحمصهم مع بعض. وطبعا معانا كده معلقتين من الثوم المفروم، وطبعا المعلقتين دول مش هنستخدمهم في طبق الفته الواحد، لا هم هنعملهم وينفعوا معانا لكذا مره نعمل فيهم فته. تمام كده. هقول لكم هنعمل فيهم ايه. طبعا هنا طبعا بننزل بالميه، الميه تغلي ونحط فيها بقى ورق اللورا والبصل، حطي جزر، حطي زي ما تحبي، تحطي حبه هان بقى والايه والتوابل بتاعتك، وانزلي باللحمه عشان تتسلق. طبعا هنا انا كنت بشيل الريم بتاع اللحمه. تمام. ولما تستوي اللحمه طبعا ايه هو اللي هنحطه على اللحمه هو الملح والفلفل الاسود. يعني انا ما بفضلش احط توابل لحمه مع في الشوربه يعني، بس لو انت حابه تحطي حطي مفيش مشكله. تمام. ملح وفلفل اسود وتتسلق اللحمه. هنشيل اللحمه على جنب ونسيب الشوربه لان هي الاساس معانا طبعا الشوربه. وغدا هنا نزلنا في طاسه مع معلقه زبده كده، وتنزلي بيها. انا نزلت بالزبده والعيش في نفس التوقيت علشان الزبده ما تتحرقش مع الطاسه بتاعتي لانها استلس، فانا نازله مع بعض عشان عايزه بس يا دوبك اسيح السمنه دي، الزبده اللي معايا، علشان تتوزع على العيش صح. بعد كده بحطه في صينيه كده مسطحه، وبدخل بيها في الفرن يعني تتحمص بقى، يتحمص براحته. اشغل الفرن من فوق ومن تحت بالنسبه لفرن الكهرباء، او عايز تحطيها في فرن بوتاجاز الغاز عادي. المهم ان هو يتحمص معايا كده وياخد اللون الذهبي، ويبقى طعمه كله بالزبده، بيبقى خطير بجد خطير. الخطوه دي مهمه جدا جدا جدا. اوعي تحطي عيش من غير ما تحمصيه في الزبده، مهم قوي. احنا ممكن نكمل تحميص العيش على البوتاجاز عادي بس هياخد معانا وقت، لكن انا هنا حبيت ان انا اوزع الزبده وبعد كده انزل بيها في الصينيه بتاعتي، وياخد بقى التحميصه بتاعته براحته في الفرن. ادي الصينيه المسطحه هي اللي هي صواني البيتزا او البسبوسه، وفردته كويس بقى ياخد اللون الذهبي كده والتحميصه التمام. بعد كده جبت برضو الطاسه ونزلت بمعلقتين من الزبده، وهنزل بمعلقه توم كده مفروم كبيره حلوه زي ما احنا شايفين كده. تمام. هنخليها يعني توصل معانا للون الذهبي، وبعدين ننزل عليها بالكزبره. تمام. معلقه كزبره كده حلوه، ونحمصها معاها يعني يا دوبك بس تاخد لما التوم يحمر شويه ننزل بالكزبره، تاخد معانا بس لون كده خفيف وريحتها تطلع. وبعد كده هننزل بالخل. انا عايزه اقول لكم التوم بالخل ده لوحده، انا مش هحط عليه طماطم، مش هحط عليه عصير طماطم، ده لوحده كده انا بستخدمه مع الفته. مش قادره اقول لكم بيخلي الفته تروح في حته تانية خالص خالص. جربوها بس والله هتدعوا لي. زي ما شايفين كده انا طبعا ايدي بالمعلقه في التوم علشان انا مش عايزاه يتلسع، انا عايزاه يحمر خفيف. تمام. قلبي كويس جدا كده. وبعدين بقى ننزل ايه زي ما احنا شايفين كده معلقه من الكزبره الناشفه. أنا طبعا نحط معلقه كبيره، فانا حطيت معلقتين صغيرين يبقوا معلقه كبيره. تمام. قلبي بقى. طبعا مش عايزين الكزبره تغمق لانها لو غمقت هتمرر، انا عايزاها بس يا دوبك ريحتها تطلع كده وتحمر شويه. تمام. طبعا انا مش معليه قوي على النار، انا يعني موطيه مش موطيه على الاخر، مخليها وسط كده. تمام. كله بقى احمر معانا. هننزل بالخل. حطي بقى كده يعني مثلا نص كوبايه من الخل او كوبايه الا ربع، ما فيش مشكله. انت كده كده اصلا مش هتستخدميها كلها، هتستخدمي معلقتين تلاتة مع الفته بتاعتك، وتشيلي الباقي كده في الفريزر في علبة صغيرة او في كيس من اكياس السندوتشات، بتستخدميها كل ما تيجي تعملي الفتة. فطبعا بتسهل عليكي انك مش كل شوية تعملي توم للفتة وكده. نزلت طبعا بمعلقة من الملح، بس هو بياخد معلقة من الملح وخلاص. تمام.
وما تحدقيهوش طبعا، علشان طبعا يعني الرز ده يبقى فيه ملح. لسه صلصه الفته هتبقى فيها ملح، نحط ملح خفيف في كل. بس طبعا دي هنا قدامي كميه، انا هاخد منها معلقتين 3 للفته. تمام، هتغلي غلوه بقى وبعد كده نشيلها. ادي غليت معانا خلاص. تمام، انا مجهزه هنا اهوت ايه، طاجن كده فخار، صبيت فيه الدقه بتاعتي، التوم التوم بتاعي، التوم والخل اهو. ادي الكميه بتاعتي، انا هستخدم منها معلقتين 3 4 بكتير على حسب ما تستخدمي، وهشيل الباقي. في نفس الطاسه هنزل برضو بمعلقتين من الزبده، وهنزل برضو بمعلقه التوم الكبيره، وبرضو هشوح فيها كده لحد ما يبقى لونها ذهبي. وهنا بقى هنزل بالطماطم، يبقى دي الصلصه بتاعتي. بس انا في الطماطم هنا في الصلصه ما بحطش خل. خلاص احنا حطينا الخل هنا مع الثوم. خلاص انا عايزه اخلي الصلصه بتاعتي تبقى مسكره، تبقى كده طعمها يعني ما فيهاش بقى خل. خلاص مش عايزين كتر خل، احنا هنحط بس في الخل مع الثوم لوحده. والصلصه بتاعتي هي عباره عن الثوم والطماطم، عصير الطماطم انا هكون عصره حوالي نص كيلو من الطماطم، وهنزل على الثوم، وهحط معلقه من السكر ومعلقه من الملح اهو زي ما احنا شايفين، حوالي نص كيلو طماطم عصرتهم. وهنزل على الثوم كده هو لونه ذهبي، واحط لها معلقه سكر ومعلقه ملح وشويه صغيره من الفلفل الاسود، نص كده معلقه من الفلفل الاسود المطحون، وبس كده. وطبعا تتسبك معايا ونشيلها على جنب زي ما احنا شايفين. مش قادره اقول لكم طبعا السكر ده بيخليها في حته تانية، طبعا بيشيل طعم الحموضه بتاع الطماطم، وبيخلي الصلصه بتاعتي مسكره. طبعا يعني انتوا جربوها بس كده مع العيش بقى المتحمص في الزبده البلدي مع الثوم، في الخل برضو متشوح بالزبده. طبعا فته يعني زبده، يعني ما ينفعش تعمل باي حاجه تانية. فته يعني تتعمل بالزبده. تمام، ادي العيش اهو اتحمص وتمام وزي الفل، وادي الثوم والخل بتوعي. هعمل بقى الرز، هنزل بمعلقتين زيت ومعلقه زبده كده صغيره، وانزل بالرز بتاعي اشوحه كويس قوي في الزبده وفي الزيت يتشمع كده معايا. وبعد كده هنزل بقى عليها بالميه اللي بتغطي في الرز كده، وتزيد شويه صغيره عشان ما يعجنش معايا، انا عايزاه يبقى الرز مفلفل. تمام، يعني نزود بقى نحط الميه ويبقى يزيد كده فوق الرز حوالي عقله صباع كده من الميه. طبعا كان الفيديو معايا اتمسح اللي هو بقيه الرز، بس طبعا زودت عليه الميه، ولما اتشرب من الميه وطينا عليه وسيبناه يستوي زي ما احنا شايفين. بقى بصوا بقى، تعالوا نشوف الطريقه بتاعه الغرف. مهمه قوي قوي شكل التقديم. انا جبت طبق وحطيت الرز الاول، وما تستغربوش احنا المفروض بنحط العيش الاول، احنا عكست لان انا هقلب الطبق. حطيت الرز وحطيت العيش طبعا، ونزلت على العيش بالشوربه لان لازم نحط شوربه على العيش، احنا بنحمصه نرجع نطريه تاني. احط الشوربه على العيش كويس قوي، وكمان انزل بقى بالخلطه بتاعتي اللي هي عباره عن توم والخل، احط منهم معلقتين كده 3، وانزل برضو معلقتين من الصلصه. وزي ما انتم شايفين انا حطيت اهوت الشوربه علشان العيش يطرى، وما تخافوش مش هيعجن الرز اللي تحت ابدا، هتشوفوا الشكل دلوقتي. وانزلوا بقى كمان كده الطبقه الاخيره برز. ماشي، لازم الرز يبقى مفلفل كده، ما ينفعش يبقى معجن علشان الفته بتاعتي تطلع مفلفله كده وجميله. طبعا انا مجهزه هنا صينيه التزويق بتاعتي، بحب ازوق الاكل لاولادي، مش لازم نكون هنعمله لضيوف ولا حاجه يعني، بنعمل طبعا للضيوف احسن ما عندنا، وبرده لاولادنا نعمل كده. وادي الخل والثوم نزلت على الوش كمان، انا حطيت جوه في قلب الفته. وزوقي بقى بالصلصه بتاعتك. بصوا شايفين الصلصه لونها احمر وجميل ازاي، السكر برده بيساعد على كده انها تبقى لونها وردي كده جميل. اعملي الشكل اللي يعجبك. وطبعا حمرنا اللحمه كده في معلقه زيت ومعلقه زبده، وهننزل بيها بالشكل الجمالي اللي انتوا شايفينه ده. طبعا مش قادره اقول لكم على ريحه الاكل عامل ازاي، والطعم عامل ازاي، والشكل عامل ازاي اللي يفتح النفس. بألف هنا وشفا ان شاء الله تعملوها وتعجبكم. ولو وصلتوا لحد هنا اتمنى تعملوا لي اشتراك ومتابعه للقناه، وتجربوا الوصفات وتبعتوا لي في الكومنتات، ويا رب اكون وصفاتي بتعجبكم. وطبعا هستناكم في الوصفه الجايه ان شاء الله تكون وصفاتي بتعجبكم، واقول لكم باي باي.